بصراحة أنا ما بقاش عندي ثقة خالص في الدكاترة، لأن أنا حصل لي قبل كده تجارب كتير مع الدكاترة، وكنت بلاقي يعني كل دكتور كان بيبقى ليه رأي غير التاني خالص، وكل الدكتور كان بيبقى بيشخص غير التاني خالص، ودوت اللي حصل برضو مع أحمد ابني. إن الجرح بتاعه دوت المفروض إن احنا خيطناه. رحنا مستشفى خاصة وبعد كده رحنا للدكتور تجميل عشان نشوف الخياطة تمام أو لأ. فالدكتور قال إن الخياطة تمام. وبعدين رحت له تاني يوم عشان اشوف، قال لي لا الخياطة مش تمام، مع انه هو نفس الدكتور، انا مش عارفة ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم فيديو جديد، معاكم انا امل نصر. النهاردة بقى ميعاد احمد، المفروض ان احنا نروح نغير على الجرح بتاعه. وعايزة اقول لكم كم ملحوظة كده في الفيديو. يعني ممكن تاخدوها يعني معلومة، ان مش كل دكتور ممكن يقول لكم على حاجة او يقول لكم تشخيص تاخدوا كلامه ان هو خلاص 100% صح. لا، لو انتوا عندكم شك او ممكن حاسين لا ان الكلام مش مظبوط، ممكن تروحوا لدكتور واتنين، لان احيانا في دكاترة بتخطئ في التشخيص. المفروض ان انا كنت اخده احمد ابني وراح اغير له على الجرح، لان انا رحت لدكتور تجميل بعد ما خيطت الجرح بتاعه في المستشفى. الدكتور التجميل قال ان الجرح تمام، وهاتيه يومين واغير له على الجرح. رحت اليومين، الدكتور غير رأيه وقال لا الجرح مش تمام، مع ان هو زي ما قلت نفس الدكتور اللي قال ان الجرح تمام يعني. رحت خدته. الدكتور قال لا احنا هنفك، هما كانوا اتنين، يعني دكتور والمساعد بتاعه. الدكتور قال احنا هنفك الغرز، المساعد كان رأيه ان لا ما نفكش، بقاله يومين ما ينفعش ان احنا نفك دلوقتي. واستقروا الاتنين ان هما يعني يقسموا البلد نصين، يعني فكوا غرزتين وسابوا 3 غرز، قالوا هيفكوهم تاني يوم، يعني يجي تاني يوم نفكهم. مش قادرة اقول لكم اصلا انا نفسيتي تعبانة من الجرح اللي في وش احمد ده، لان انا يعني ان شاء الله ان شاء الله ما يسيبش اثر، خايفة ان هو يسيب اثر في وشه. احنا طبعا رشينا له بنج لان هو كان قلقان، وقعد مرة واتنين على السرير وبقى يقوم، وفي الاخر يعني الحمد لله بعد ما رش البنج واطمن قعد للدكتور، وزي ما انتوا شايفين الدكتور ايه، هو كان شبه مش حاسس يعني، والدكتور شغال معاه. فانا بعد ما رجعت البيت بعد ما فكينا الجرح كده، رجعت البيت، هو الجرح كان تمام، انا شايفة ان هو كان خلاص بيبتدي ينشف يعني. ببصيت في الجرح بتاع احمد بعد ما رجعنا البيت، لقيت ان الجرح عمل زي طبقة بيضة كده في الفاصل بين الجلدتين، يعني انا قلت مش عارفة ده مد او ايه. هنا كنا احنا في الصيدلية بنجيب كريم، كان الدكتور كان كاتب له كريم يحطه كل ساعتين. روحنا البيت زي ما قلت، وشفت كده الجرح بتاعه، قلت لا انا لازم هطلع على دكتور تاني، مش هروح اكمل فك ال3 غرز التانيين، انا هروح لدكتور تاني واشوف رأيه هيبقى ايه. بعد ما روحنا خدت احمد وطلعت بالليل على دكتور تاني. الدكتور كان رأيه لا ان ما احنا ما كانش ينفع ان احنا نفك الجرح دلوقتي، ده بقاله يومين، يعني اقل حاجة كان المفروض 7 ايام.